يمكن كلامي مع الله كان يحتاج مزيدا من التأدب بحسابات البشر، لكن ربنا كان له حسابات تانية. أنا كنت في ضيقة وتعبان، مش معايا فلوس ومش عارف أعمل إيه، وفي مشاكل كتيرة ومتأزم. فأنا مفيش قدامي غير ربنا، مفيش حد غيره اللي هو اللي أكلمه، هو اللي أدعيه. استلفت من كل الناس ومش معايا أي حاجة. ما كانش في ترتيب ان انا ادعو بشكل مرتب، بس كلام كان جوايا كلمت ربنا بيه بالشكل ده. يمكن الناس تقول شوف البلاوي اللي هو فيها دي بسبب ان هو بيتكلم ربنا كده، لكن انت ما اتحطتش في وضعي، ما اتحطتش في ازمتي. انا بكلم ربنا، انا بقول اللي انا جوايا مش عارف اعمل ايه. سبحان الله، كأن باب السماء كان مفتوح في اليوم ده، وكأن ربنا بيقول ادع يا عبدي كما تشاء. ربنا استجاب يعني. روحت البيت نمت، وانا مش عارف النت كان ماله فيه مشكلة، مش راضي يشتغل. اول ما روحت، اول ما شبك على الواي فاي، لقيت صاحبي الصيني عمال يرن عمال يرن، وفي اتصالات كتير انا ما لحقتهاش. فكاتب لي سوري سوري سوري، انا مش فاهم في ايه. فاتصلت بيه، قال لي السلام عليكم، سوري سوري ماي فريند. فمش عارف اتواصل انا وهو، فكتب لي قال لي انا بقول لك ان مفيش داعي ان انت تيجي طول اليوم، ومفيش شغل، الشغل كله بالليل. فانا بقول لك تعالى بالليل، والحاجة بتاعتك ملهاش لازمة، لما يكون عندك عميل هاتها. قال لي انا كل الفكرة ان انا بسهل عليك، فانا كده كده منتظرك بكره، واوعى تزعل مني. الترجمه بس هي اللي خلفت. الحمد لله رسايله يعني طمنتني شويه، لان برضو انا ما كانش عندي غير ان انا اروح ابيع الساعات ده. هي مفيش نص ساعه وجالي اتصال. كان في واحد من الشباب اللي كان ساكنين معايا، كان عنده كان واخد مني ساعة وأنسيال حاجة كده، مش فاكر بالظبط. فاتصل بيا عاوز واحدة جديدة ويديني فلوس القديمة. أخدت فلوس القديمة، كانوا حوالي 60 يوان 70 يوان، كان معايا حوالي 100 يوان، قول كأنها 100 جنيه يعني. ونمت مبسوط. صحيت بفتح الموبايل، لقيت فيه ايميل جاي لي من شركة بعتالي بتقول لي في مقابلة بعد 15 يوم. 15 يوم؟ قالت لي 15 يوم تعالى عشان تحضر، وان شاء الله يعني ايه هنقبلك وكده. فقلت خلاص مفيش مشاكل. البيت بقى كان منعكش خالص وكله زبالة وحاجات تقرف. قلت انا ايه استغل النهاردة انضف البيت. نضفت البيت كويس، وشلت الزبالة ورميتها، وبعدها نمت شوية. ولما صحيت نزلت لصاحب الصيني. أول ما قابلته في المحل أخدني بالحضن، قال لي سوري سوري ماي فريند، أيام سوري أيام سوري. فضل يعتذر يعني بشكل مش قادر أنساه يعني لحد دلوقتي. في نفس الليلة ده هي عزمني على العشاء. مرضيش ياخد مني فلوس، كنت أنا أقعد أنا وهو ومراته نتعشى سوا، وما كانش يرضى ياخد مني فلوس خالص. المهم واحنا بنتعشى وقاعدين، دخل علينا فوج سياحي من اندونيسيا. عيلة تقريبا 6 7 انفار. احنا عندنا كان في المطعم بتاع صاحبي ده ترابيزات، ترابيزة جنب ترابيزة، ما ينفعش الاتنين يتحطوا جنب بعض، فهم عايزين يقعدوا جنب بعض. فانا رحت عامل ايه، فانا رحت جايب الترابيزتين حطيتهم في نص المحل، ورحت مقعدهم، رحت فاتح بيبسي، ورحت ايه حاطط لهم يشربوا. انا حاطط الساعات عشان تتعرض للبيع، وهم بقى ايه بدأ يطلبوا. صاحبي ما بيعرفش يتكلم انجليزي، رحت انا مكلمهم تاكلوا ايه، طب قالوا لي ايه احلى اكله، قلت لهم كذا وكذا وكذا. طلبوا اكلات كتيره واتبسطوا خالص. وبعد ما اكلوا بصوا على الساعات بتاعتي، كل واحد خد له ساعه بتاع. رحت بايع حوالي 700 يوان، كانوا حوالي $100. ما يجمعوش تمن الايجار، بس كويس حلو. $100 انا كنت مفلس، انا كان معايا 150 يوان بقت 120 يوان او 100 يوان، بعدين بقى معايا 800 يوان، كويس حلوين. روحت اليوم ده يعني كان اليوم اللي قبله كنت زعلان جدا. اليوم اللي بعده على طول يعني في ايميل من شركة بتقول لي تعالى اعمل انترفيو بعد 15 يوم. قول يا عم كأنه لسه ما جاش ومش هيقبلوني خالص. بس بقى معايا 800 يوان، فرحت بيهم خالص، وحسيت حرفيا ان الدعوة استجابت. المهم اخدت الفلوس ورحت جريت على السوبر ماركت علشان اشتري خزين البيت،
علشان ما اعرفش، بدل ما تضيع مني الفلوس يبقى معايا اكلي، ابقى انا امنت عليه. الوقت ده الحنين لمصر كان شديد جدا ليه بالنسبه لي. عندي حنين لمصر رهيب، مش عارف ليه، مع ان انا لسه طالع من شهرين. خسرت كل فلوسي، المحلات اتصرفت فيها، شركتي اتقفلت ومش هينفع استورد. بس كان عندي حنين شديد جدا لدرجة ان انا كنت حاسس ان انا مخنوق وعاوز ارجع اتنفس في مصر. امي وضربتني، بس ضرب الغريب بيوجع قوي. فكنت برضو حاسس بحنين ليه، ما اعرفش، مع ان انا كنت طالع ما كملت الشهرين وطالع كاره قوي يعني. المهم شايل الاكياس وماشي في الشارع وبغني: كل بلاد الدنيا جميلة لكن أجمل من وطني لا، وبحب الدنيا دي بحالها لكن أكتر من وطني لا. بدندن، ما أعرفش إن في حد هيسمع يعني. ف اتنين مصريين ماشيين، أنا مش واخد بالي منهم خالص، فبيقول لي: عجباك مصر قوي، روح لها. قلت له: أهو حاجة كانت في بالي وقلتها يعني.